مالكم؟ بدنا بس ما نرجع. ايش اللي حصل يا اخوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا جينا ننفذ مهمه كمهمه وطنيه، دفاعا عن الوطن، عن ثروات الوطن ومكتسباته، مش دفاعا عن اشخاص يعني يروي استزاد الفتنه من ظهور ابناء القوات المسلحه والامن. وصلنا لهنا يعني مأمورين، نفذنا مهمه على اساس انه معنا زملاء في معسكر العد، زملاء في معسكر العد محاصرين يقطعوا الامداد والتغذيه من ذا اسبوع واكثر. فقالوا لنا الخط مقطوع، ما رايكم الخط مقطوع وزملائكم تهابوا من الجوع مع عطش، هل ضميركم يسمح بهذا؟ قلنا ضميرنا ما يسمح بهذا، والدين الاسلامي ما يسمح بهذا. ان كان قاطع طريق هذا حظها الله قتله، قاطع الطريق. وصلنا للمنطقه هذا ما احناش عارفين لا بسهولها ولا بديانها ولا جبالها. بينما وصلنا الى المنطقه بلد الحي، الضيقه بلد الحي هذا، فمعنا القائد ما نقول له شكرا له، ضحى بنا يعني هذا مش قائد عسكري. لو كان قائد عسكري انه امامي، لو قائد عسكري صح انه عايز يتقدم تجاهي وانا بعده، لكن ضحى بنا المجدله، ادانا الهلاك. لو هو قائد عسكري انه قبلي يدي راسه وانا ادي راسي بعده، لكن قدمنا ضحى بنا واتكى على الله. طيرنا بين وصلنا عند ناس والله من اصول القبائل ومن اعز الناس ومن اشراف الناس ومن اسياد الناس من قبائل هذا، يعني يواجهونا وعاملونا احسن المعامله، لا الكرم بالضيافه بالاخلاق بالاسلوب، يعني حسينا الاطمئنان، حسينا الراحه، حسينا الحياه النفسيه كنا احنا داخل بيوتنا. هذا ما عندي وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله. جاتنا قوة يعني مغتصبة، وقمنا بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا، وإحنا مستعدين يعني كامل الحد يافع بالتضحية يعني بكل ما نملك في أي وقت في ظل دفاعا عن البلاد، يعني نحمي بلادنا ونحمي بيوتنا ونحمي